بندور على المواهب المصريه اللي موجوده. اشتغلت على كام لاعب موجودين عندنا هنا بقالنا فتره وحطيناهم في عدد من الانديه الله وندخله الدوري الايطالي. وده ان شاء الله هيكون بمجهودات. في لقاء خاص مع الكابتن محمد فكري. كابتن محمد فكري هنا في ايطاليا لتاهيل الشباب المصري المحترفين في كره القدم. طبعا من غير ما نتكلم كتير ويشرح لنا كل حاجه، عرفنا على حضرتك بقالك كام سنه في ايطاليا، تخصص حضرتك في ايطاليا، بتقدر تعمل ايه للاعيبه المحترفين في ايطاليا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا شكرا لدعوه حضرتك للقاء دوت. محمد فكري عنتر، بقالي 24 سنه في ايطاليا. لعبت 19 سنه وبعد كده خدت السلك الاداري، خدت دبلومه فيفا من الاداره الرياضيه وخدت كورسات من الاتحاد الايطالي في الاداره الرياضيه. باختصار شديد جدا احنا بندور على المواهب المصريه اللي موجوده. اشتغلت على كام لاعب موجودين عندنا هنا بقالنا فتره وحطيناهم في عدد من الانديه. وان شاء الله بنحاول نعمل حاجه دلوقتي تكون اكبر شويه نقدر نلم فيها الشباب المصري، لان في كواليتي كويس جدا في اخر 3-4 سنين هنقدر من خلاله ننشئ فريق كره قدم ان شاء الله وندخله الدوري الايطالي. وده ان شاء الله هيكون بمجهودات رجال الاعمال اللي موجودين هنا ومؤمنين بالفكره. اي شاب مصري في الاتحاد الاوروبي ولاعب محترف مثلا كان بيلعب في طنطا، بيلعب في وادي دجله، بيلعب في الاهلي وجه هنا بس ما عندوش اقامه، يعني عايش مثلا في فرنسا، عايش في المانيا، عايش في اي دوله وما عندوش اقامه، هل حضرتك تقدر تاهله كلاعب محترف وعنده الخبره ولاعب محترف فعلا؟ اعتقد يعني لا، لان الاقامه شرط اساسي في لعب الاتحاد الدولي الايطالي والاتحاد الاوروبي. بيلزم اللاعب اللي يقيد لازم يكون عنده اقامه ساريه وعنده سكن وعايش في البلد. مش هتفرق كتير حتى لو لعب في اهلي او في زمالك او في اي مكان ما، مش هينفع، لازم يكون عنده اقامه. مجرد ما بيمسك الاقامه بنعمل له اختبار صغير، ولو محتاج تاهيل بنأهله وبنعرضه على الانديه اللي هو يعني نقدر نقول في مستواه، لان طبعا في ناس كتير جدا فاهمه الموضوع غلط. التاسيس في مصر غير التاسيس في اوروبا. في لعيبه كتير جدا بتجي لنا نظام عائلي مع اهاليها وللاسف بيبقوا تاهيلهم ضعيف وهم مفكرين ان هم تاهيل كويس. فده احنا بنقدر نشتغل عليه وبنقدر لو السن يسمح وقدامنا مساحه، وطبعا وهو توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى. يعني اي لاعب، اي مصري مقيم في المانيا، مقيم في اسبانيا، مقيم في فرنسا وعنده اقامه وكلم حضرتك تقدر تأهله في اوروبا عادي او في ايطاليا عادي. بالظبط كده، بنقدر نشوف له البطاقه الدوليه، بس المهم يكون الشروط متوافقه عليه، عنده اقامته، لاعب كويس، متاسس كويس، بيبعت لنا السي في بتاعه بنقدر ندرسه. واحنا لينا علاقات كمان في الدول اللي لينا في فرنسا، في المانيا، في بلجيكا، في سويسرا، بنقدر نشتغل على الموضوع دوت ونقدر نتكلم مع الوكلاء اللي احنا بنعرفهم سواء في اي دوله ونتعاون معاهم ونودي اللعيبه. طب وحضرتك كيفيه التواصل معاك بتكون ازاي؟ ممكن يكتب لي على الفيسبوك او الانستجرام. اسم الانستجرام ايه؟ عنتر 369 او الفيسبوك محمد فكري عنتر. هبقى اسيبهم لحضرتك. يقدر يتواصل معايا، يبعت لي رساله بكل المواصفات او التفاصيل اللي احنا قلناها، بناء عليه بنقدر ندرس يعني هو بيدخل على انستجرام يكتب عنتر ANTER بالظبط. ANTR بس. عنتر ANTR 369 على انستجرام، وتبعت له ان شاء الله والفيس محمد فكري بالانجلش محمد فكري عنتر برضه. تبعت له ان شاء الله اي لاعب موهوب داخل اوروبا يا جماعه، عشان ما حدش يبعت من مصر بس. ايوه بالظبط. داخل اوروبا او في اي دوله اجنبيه مقيم. بمناسبه مصر احنا برضو شغالين على حاجه كويسه ان شاء الله. هنقدر نخدم فيها الناس اللي في مصر. ربنا وفقنا فيها بعمل توأمه مع عدد من الانديه هنا المؤمنين بالمواهب الخارجيه. في انديه في اوروبا مؤمنه ان الشرق الاوسط فيه مواهب كويسه، ولكن دي بتحتاج سيستم معين ان النادي نفسه يكون متواجد هناك ويقدر يبص على اللعيبه وبيبص على الفئات الصغيره 14 15 سنه اللي هو عنده برسبكتيفا انه يبقى لعيب كويس، فبالتالي بيقدر يتابعه سنه واثنين، وبناء عليه لو اللعيب كويس فعلا وعنده حاجه بيقدر ياخده ان شاء الله.